في المستقبل الولايات المتحدة الأمريكية اتدمرت بسبب موجة جفاف شديدة، والناس بقت مستعدة إنها تقتل علشان المية. معظم السكان سابوا البلد، لكن عيلة هولم فضلت لأن الأب إرنست مقتنع إن الزرع ممكن يطلع مرة تانية لو لقى المية. إرنست فاكر لما كانت الأرض خضراء، لكن ابنه جيروم ما يفتكرش. وفي يوم 2 حرامية حاولوا يقتحموا مبنى صغير في مزرعة إرنست عن طريق حرق القفل. إرنست مسكهم متلبسين وضرب عليهم نار، واللي خلى واحد من الحرامية إنه يرد الضرب. الحرامي اتقتل فورا، والتاني طلب الرحمة وهو بيفسر إن حد قال له إن في مية في المبنى. كمان ادعى انه عاوز يروح الحمام وحط ايده في جيبه، لكن إرنست شاف المسدس وضرب الاول. جيروم شاف كل اللي حصل من بعيد وادعى انه ممكن يساعد ابوه، لكن إرنست قال له بس انه يناديه بكلمة بابا مش باسمه الاول. بعدين إرنست فتح المبنى الصغير واللي طلع انه بير. للاسف البير ما طلعش ميه، فكان لازم يجبروا الحمار انه يكمل المشوار من غير ما يشرب. الاتنين كملوا طريقهم ولقوا رجالة الميه، ودول مجموعة من الناس اللي ماسكين الاحتكار بتاع توزيع الميه المستخرجة من الآبار العميقة عن طريق صفقة عملوها مع الحكومة. إرنست ادالهم مؤن وغذاء وهم ادوله ميه. كمان فكر جيروم انه ما يزعلش الناس دي ابدا علشان هم اخطر مما يتخيل، لازم يتعاملوا معاهم وياخدوا الميه ويسيبوهم في حال سبيلهم. إرنست كمان بيحاول يقنعهم دايما انهم يدوا ميه لمزرعته، لكن ناس الميه دول بيطلبوا مبالغ كبيره. وفي طريق العوده الحمار وقع واتصاب اصابه شديده. علشان الحمار بيئن من الالم، إرنست ضربه بالنار علشان يخلصوا من معاناته. جيروم عيط، لكنه حلف ان هو كمان كان ممكن يعمل كده. ولما رجعوا المزرعه ماري بنت إرنست ادت لهم اكل جاهز، بعدين غسلت المواعين بتراب الارض. بعدها إرنست سمع الراديو وجيروم بيرسم حيوانات، دي كانت هوايتهم الوحيدة. فجأة إرنست سمع صوت وجري بره علشان يكتشف إن ماري هربت من الشباك علشان تقابل حبيبها السري. تاني يوم جيروم وإرنست راحوا بيت المزاد بتاع سام وعملوا مزاد على روبوت معروف باسم سيموليت شادو أو سم علشان يحل محل الحمار. ابن سام واللي اسمه فليم دخل معاهم في المزاد على سم وفضل يزايد ضدهم لآخر لحظة، لكن إرنست كسب المزاد، لكن ديونه زادت جدا. بعد كده راحوا المستشفى علشان يزوروا كاثرين أم أولاده واللي ما بتقدرش تمشي بسبب حادثة. المستشفى فيها ماكينة خاصة بتوصل لها بسلك علشان تساعدها على المشي، والطريقة الوحيدة ان العيلة ترجع بكاثرين للبيت هي انهم يشتروا المكنة الغالية دي. وبعد ما قعدوا شوية حلوين مع كاثرين الاتنين بيرجعوا البيت، وفي الطريق بيشوفوا روبي وسوز ومعاهم بيبي. بيعتبرهم إرنست انهم ناس بتستغل عيالهم علشان الناس تتعاطف معاهم ويدوهم فلوس، وبيمشي بعيد عنهم علشان يتجنبهم. وبيروحوا لمحطة البنزين، وبعد ما بيملوا التانك بيشرب إرنست شوية علشان يخلص الفلوس اللي معاه، وبعدين بيرجع لروبي وعيلته وبيدوهم مية. كانوا الزوجين دول بيفكروا يبيعوا البيبي علشان مش قادرين على تربيته، لكن إرنست نصحهم ما يعملوش كده وبيوعدهم انه هيساعدهم بالمية. فليم بيجي بعد كده للمزرعة وبيطلع انه حبيب ماري السري، بيطلب انه يستلف الروبوت سام ووعد انه هيدفع فلوس ايجار، لكن إرنست رفض الا لو سام ابوه مضاله على ورقه. فيلم اتضايق من الطلب ده وقال له انه عمره ما هيعرف يروي الارض دي وسابه ومشي. بعد كده بيقابل جيروم وإرنست رجاله الميه وبيساعدوا الروبوت سام انه يعمل وقت كويس، وإرنست بيبدا يقنع الرجاله دول انهم ياخدوا عرض انهم يحطوا خط ميه في مزرعته. وبعد كده إرنست بيبدا يحفر علشان يطلع المضخه القديمه علشان رجالة المية يقدروا يفحصوها. وهو بيشتغل بيقول لجيروم انه محتاج يخرج ويتعرف على بنت او على الاقل يعمل صداقات، لكن جيروم بيفضل انه يهتم بعيلته. وفي طريقهم للبيت بيشوفوا فليم وهو بيعدي بسرعة كبيرة. وفي المزرعة ماري بتغسل الهدوم عن طريق حط مسحوق تنظيف في المكنسة الكهربائية. بيوصل إرنست وبيمنعها انها تخرج تاني، وده بيخلي ماري تتعصب وبتقوله انها كبيرة كفاية علشان تعمل اللي هي عايزاه. لكن لما إرنست بيحلف انه عايز يحميها بس، ماري بتقوله انها بتكره ابوها وبتحب فليم. وبعدين بتحاول تهرب، بتتصادم مع جيروم وبتطلب منه فلوس، وده بيدي إرنست وقت علشان يلحق بيها ويوقفها. ماري بتعيط وهي بتقول ان إرنست فشل في انه يحمي العيلة، وبعدين بيحبسها وبيكسر شباك اوضتها. بعد فترة إرنست وجيروم بيصحوا علشان يلاقوا سام اتسرق. بيفترض إرنست إن فليم هو اللي سرقه وبيروح على بيته، لكن بيعرف من سام إن فليم ساب المنطقة الصبح بالعربية وراح على الجبال. بيتكشف بعد كده إن مزرعة إرنست كانت بتاعة سام، وإن فليم مهووس بالأرض اللي خسرها، على الرغم من ان سام شايف ان الارض دي مش هتنفع للزراعه وان الميه مش هتساعد. بعد كده إرنست بيروح على الجبال علشان يحقق في الموضوع، وفجاه بيتضرب على راسه وبيفقد الوعي. وبالليل إرنست بيصحى في معسكر رجاله الميه وبيتهموه انه سرق معداتهم باستخدام سم. بيقول لهم انه ما عملش كده، لكن القائد كاليب بيضربه. بيحصل خناقه وبيتخانقوا كتير،
ولما إرنست بيحس إن الموضوع هيبقى فيه موت بيسرق سكينة كالب وبيستولي على البندقية وبيضطر يضرب في الهواء علشان يخلي الناس تبعد عنه. بيجري بعيد وكالب بيستمر إنه يهدد إرنست، وفي طريقه للبيت بيشوف فليم نايم جنب النار وسام قريب منهم. سرق العربية والمعدات علشان يخلي شكل إرنست وحش. بيستنى للصبح علشان يصحي فليم والبندقية على وشه، وبعدين بيربط فليم على سم اللي شايل المعدات. وهم ماشيين تحت الشمس الحارقة علشان يلاقوا رجالة المية، فليم بيستفز إرنست بالكلام عن ماري فبيشده علشان يوقعه على الأرض كعقاب. في الآخر الاتنين بيحسوا بالعطش الشديد ومش قادرين يستحملوا أكتر من كده، ففليم بيخلي إرنست يقف علشان يشربه. المعدات فيها كحول مش مية، وإرنست بيبدأ يتعاطى الكحول لأنه مدمن. فليم بيمثل إنه بيشرب بس، وبيقول إن كالب عايز راسه فسرق العربية علشان يعيش. وفي الآخر بيحاول يدي فلوس لإرنست، لكن إرنست بيرفضها علشان القصة مشكوك فيها. بعد كده بيحاول يقوم لكن الكحول بيخليه يدوخ ومش قادر يتحرك. دي كانت خطة فليم من البداية، وبيستغل الفرصة علشان يضرب إرنست بحجر، وده بيخليه يخبط راسه في الصخور. وهو بينزف وبيفقد الوعي بيفتكر حادثة كاثرين واللي حصلت بسبب عاداته في الشرب. بعد فترة لما إرنست بيصحى بيلاقي نفسه مربوط في سم، وفليم بيصحي فيه بالكحول وبيصرخ زي المجانين. بعد كده بيروح فليم على المزرعة وماري بتركب معاه علشان يهربوا مع بعض. جيروم بيقلق على إرنست فبيقرر يدور عليه، ولما الليل بيجي بيلاقي سم في معسكر رجالة المية، والرجالة بتقوله ان ابوه مات بسبب حادثة بالعربية. لما بيجي وقت الجنازة ماري بترجع والاخوات بيصرخوا مع بعض، كمان بيروحوا يزوروا امهم علشان يقولوا لها الاخبار الوحشة. فيلم بياخدهم بالعربية وبيقول لهم انه هيرجعهم للبيت، لكن جيروم بيرفض وبيفضل انه يمشي. فليم بيوقف العربية وبيسألهم عن إرنست، وجيروم بيقول له انه مات وبيحذره انه يبعد عنهم. فليم بيقول لهم انه عاوز يساعدهم، لكن جيروم بيطرده. وفي المزرعة جيروم بيبدأ يضرب سيم بشدة بسبب غضبه، وفليم بيجي علشان يوقفه وبيوضح له ان الحزن صعب لكن ما يقدرش يخليه يبوظ مصدر دخلهم، وبيوعد انه هيساعد العيلة. كمان بيصدم جيروم لما بيقول له ان ماري حامل. فليم عنده خطط كبيرة للمزرعة وجيروم بيوافق انه يجرب. وبعد الظهر فليم بياخد معدات لرجالة المية وبيطلب من كالب انه يحط ماسورة مية في المزرعة. في الاول كالب بيرفض، لكن فليم فجأة بيحمله مسؤولية موت إرنست علشان بندقية كالب والسكينة بتاعته كانت مع الجثة. ولأنه خايف من العواقب كالب بيوافق على طول انه يحط ماسورة مية في ارض العيلة. بعد كام يوم المضخة الجديدة بتتركب رسمي، وفليم بيشتغل بجد طول اليوم علشان يزرع ويخلي القمح يكبر واللي بيتم ريه بالرشاشات. العيلة دلوقتي ممكن تستمتع بدش حقيقي. وبعد كام اسبوع جيروم بيتفاجئ لما بيلاقي ورقة صغيرة على الارض. في الاخر الارض بتتغطى بالنباتات الجميلة. علشان يحتفلوا فليم وماري بيقرروا يتجوزوا رسمي وبيرسموا وشوم على بعض. خلال الحفلة فليم بيشرب ومش قادر يبعد تفكيره عن موت إرنست. كام يوم بيعدوا وسام بيجي للمزرعة مع 2 من البنك، وبتطلع ديون إرنست كبيرة جدا وعايزين فليم يدفعها. فليم بيخض الخيول بالعربية بتاعته علشان يبان انه ولد صعب وكده، وسام بيضربه وبيوضح ان محدش ابدا كان عايز يشتري الارض، وإرنست كان عنده الارض دي علشان هو بس عمره ما مشي، لكن بفضل المية والزرع البنك هيقدر يبيعها. ففليم لازم يدفع دلوقتي لو مش عايز يخسرها. بالليل فليم بيحط سام في عربيته وبياخد روبي مع بيبي. بيدعوا انهم هيشوفوا الاسعار بس علشان ياخدوا فكرة، وفليم بيبيع البيبي ضد رغبة روبي. روبي بيخاف وبيطلب انهم يرجعوا البيبي، والمشتريين بيضربوا نار وبيقتلوا روبي. بيحاولوا يضربوا نار على فليم هو كمان، واللي بيرد عليهم الضرب وهو بيهرب وساب العربية وراه. سام بتتصاب في الضرب والضرر بيخليها تتفعل على وضع بيخليها ترجع للمصنع الأصلي. تاني يوم فليم بيدفع فلوس البنك من فلوس البيبي، لكن بيقول للإخوات انه باع سم لروبي. في الوقت ده سام بيوصل المدينة وبيتم اكتشافه من الناس اللي صنعوه. كالفين اللي بيلاقي معلومات المالك وبيتصل بالمزرعة. جيروم بيرد على التليفون وبيبدأ يشك، فبيجري على السوق المحلي. بيلاقي فليم بيتكلم مع سوز اللي شايلة دمية في دراعاتها وبتدعي انها البيبي بتاعها. لما لاحظ ده جيروم بيحاول يتكلم معاهم، لكن فليم بياخد سوز بعيد بسرعة. بعد كده في المزرعة جيروم بيسأل فليم عن روبي، لكن فليم بيقول له ان روبي اخد سم وساب عيلته. جيروم مصمم انه يكتشف الحقيقة وبيعلن انه هيروح يزور امه، لكنه بياخد باص للحدود. الحرس مش بيخلوه يعدي علشان هو قاصر ومن غير وصي،
في اللحظة دي آنا بتيجي عليه وبتعرض إنها تعديه لو دفع فلوس. جيروم بيوافق وآنا بتحطه في عربية مليانة فراخ. في خلال كام ساعة العربية بتوصل للمدينة وجيروم بيشوفها لأول مرة وبيرجع مع آنا وبتاخده للمصنع، لكنها بتاخد نص الفلوس بس. بتوضح إن الرحلة دي خدعة، هو مش محتاج مرشد علشان يرجع علشان محدش هيوقفه. قبل ما تمشي جيروم بيسألها لو قابلت واحد اسمه إرنست، لكن آنا ما بتفتكرش الاسم. بعد كده جيروم بيقابل كالفن اللي بيوضح له كل وظائف الجهاز. بتطلع ان عينين سام كاميرات معمولة علشان تلقط المنحدر علشان اعادة التشجير، وبتسجل كل حاجة سام بيشوفها. كالفن بيعلم جيروم ازاي يستخدمها وبيسيبه لوحده. جيروم بيحس ان مشاعره متلخبطة لما بيشوف ابوه مرة تانية، لكن ده بيتغير لرعب لما بيعرف ان فليم هو اللي قتل إرنست. بيطلع ان فليم ربط إرنست في العربية وبعتها في اتجاه معسكر رجالة المية وخلاها تبان ان سام خرج عن السيطرة وجر إرنست لموته بالصدفة. جيروم بيحس انه منهار في نص المكتب. بالليل بدأ المطر ينزل على المزرعة لأول مرة من أكتر من 10 سنين. جيروم بيرجع بسرعة وبيحاول يبان انه مش مهتم، وبيسأل فليم ازاي رجع سام. فليم بيتحير وبيشوف الحظيرة، مصدوم انه بيلاقي سام واقف هناك من غير اي ضرر. بيقول ان روبي اكيد رجعها بسبب تأنيب الضمير. وبعد كام يوم زار جيروم كاثرين بجد ووعد انه هياخد باله منها زي ما إرنست كان بيعمل. وفي يوم فيليم وجيروم كانوا بيصطادوا علشان يبعدوا الحيوانات عن المحاصيل. فيليم فشل في كل رصاصاته وادى البندقية لجيروم وبيلوم على السلاح ان هو اللي بايظ علشان يداري على فشله. جيروم كان عنده رغبة قوية انه يضرب فيليم، لكن بدل كده قتل غزالة، وده اثبت ان المشكلة كانت في تصويب فيليم. ولما رجعوا البيت جيروم خبى البندقية في اوضته. وقت الغدا جيروم قال ان جاله مكالمة من روبي وبيدور على فليم، وده استفز فليم وانفعل وقال ان جيروم بيكذب. ماري زعقت لفليم علشان اسلوبه وجيروم اكد انه بيقول الحقيقة، ففليم طلع من الاوضة منفعل. تاني يوم فليم جاله جواب من روبي، لكن في الحقيقة هو من جيروم. الرسالة فيها طلب لفليم انه يقابل روبي علشان في مشكلة. قبل ما يمشي فليم دور على البندقية وجيروم قال له انه اخدها للتصليح لان فليم كان قال انها مش شغالة كويس. فليم اضطر يتصرف عادي علشان ما يتكشفش واعتذر عن انفعاله على الترابيزة. فليم بعد ما اخد سكينة راح على الصخور مع سم ونادى على روبي، وفجأة وقع في حفرة مخفية واتكسرت رجله. فليم صرخ من الألم وطلب المساعدة من سم، لكن الآلة ما فهمتهوش. في اللحظة دي ظهر جيروم وبص على فليم وهو ماسك حجر في إيده، خلى فليم يدرك إن الواد عارف الحقيقة. فليم اليائس فضل يتوسل لجيروم علشان يرحمه، لكن جيروم تجاهله وكمل في طريقه، سابه يعاني تحت الشمس الحارقة. في الآخر فليم بدأ يصرخ تاني ويطلب النجدة من جيروم ويطلب منه يفكر في أخته والبيبي. بدأ يتكلم كتير عن الحوادث والندم، خلى جيروم يغضب لدرجة انه ضرب فليم بالرصاص وقتله. ولما رجع البيت جيروم خلى ماري تفكر ان فليم هو اللي سابها وما قالهاش ازاي إرنست مات بجد. وبفضل فلوس المحاصيل بعد كده قدروا يجيبوا لنفسهم اكل حقيقي، والاخوات اتفقوا مع بعض انهم هيشتروا الآلة بتاعت امهم من المستشفى عشان كاثرين تقدر تعيش معاهم. جيروم بعد كده مسح كل الفيديوهات من الروبوت سيم علشان يبدأوا حياتهم من جديد. ودي نهاية الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.